باختصار الانتصار مهم جدا وأقرب ما يكون بالنسبة للحفاظ على أمل المنتخب الأردني. التعادل سيعطيهم أمل للنشامة ولكن بدرجة أقل. نتابع هجوم المنتخب الطاجيكي حاليا في الناحية اليسرى. محاولة طاجيكية داخل منطقة الجزاء والحرس الكواملة للمنتخبات الأولمبية في الصين في 2018. هجوم أردني حاليا في الطرف الأيمن. محاولة أردنية وفيها ركنية. لا، الحارس الطاجيكي موسى التعمري يستعيد وفرصة خطيرة جدا والدفاع الطاجيكي في المنتصف. سليمان أبو زمع كرة بينية جميلة. محاولة موسى التعمري خطيرة أردنية وبها فيصل. فرصة باقية أردنية. محاولة يازن كرة بينية من العرب ولكن دفاع منتخب طاجكستان يستعيدها سليمان أبو زمع. يحضر كرة سليمان أبو زمع داخل منطقة الجزاء والتعمري والحارس الطاجيكي. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ورياحي لم تأتي على رأس رياحي. الكرة المخالفة الأردنية في الجانب الأيمن رأسية مع فيصل ولكن بجانب المرمى. موسى لرياحي ورياح موسى تصويبة جانبية في كأس آسيا تحت 22 سنة في العام 2014. كرة طاجيكية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا جدا جدا. بهاء الخطير بهاء يحاول يلعب كرة عرضية. بهاء فيصل في القائم الأيمن. يصل أبو زمع أو موسى التعمري. موسى التعمري يحاول. التعمري كرة بينية عند أبو زمع لكن حكم المباراة القريب جدا من اللقطة بينما يبقى دائما النشيط والمتحرك والمهارة الرائعة التعمري في اليمين. التعمري الآن موسى التعمري ممتاز والتعمري ولكن أيضا لم تكتمل. أكيد دائما دينامو المنتخب الأردني حتى الآن كما تابعنا في التصفيات لكن حتى الآن لم تكتمل. هنا محاولة أردنية والتصويبة والدفاع الطاجيكي. أكثر في المجموعة بين التعمري والرياحي وفيصل ومحمد الرازم والروابدة وأبو زمع. الآن التعمري كرة بينية ترجع عند التعمري. محاولة شوت يا جانبية. دينامو حقيقي. صناعة الفارق من اللاعب أحمد رياحي. الآن عرضي داخل منطقة الجزاء. رياحي بالرأس والحارس وبها فيصل والدفاع الطاجيكي. فرص أردنية متتالية. التنفيذ عن طريق اللاعب أدهم القرشي داخل منطقة الجزاء والرأسية الخطيرة جدا ومرة أخرى تنتهي بأوفسايد على اللاعب أحمد الرياحي. إذا أعزائي الكرام شوط أول تابعناه وإياكم عبر قناة فلسطين الرياضية من استاد الدورة الدولي بين المنتخبين الطاجيكي والمنتخب الأردني الشقيق. المشاهدون الكرام المشاهدات نحييكم مجددا. لكن المنتخب الأردني قادر في الشوط الثاني على تحقيق الانتصار طبعا بعدما قدم شوطا أول مميز. هنا التعمري فرصة خطرة جدا مش ممكن رغم انفراده التام بالحارس كايرييف. يرجع منتخب طاجكستان. تصويبة خطيرة جدا والحارس موسى التعمري. مرور ومراوغة. مرور جميل. كرة بينية عند المنتخب الأردني. رياحي جول 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 جول. أول أهداف منتخب النشامة. أول أهداف منتخب النشامة. أكيد أخيرا يفك النحس لاعب أحمد الرياحي ويمنح المنتخب الأردني أول أهداف هذه المباراة. 1-0 لمصلحة المنتخب الأردني ونشامة عن طريق اللاعب أحمد الرياحي. لمصلحة منتخب الأردن أحرزه اللاعب رقم 11 أحمد الرياحي. إذن يتقدم منتخب النشامة بعد ما استحق التقدم طبعا في مرات كثيرة لم ينجح في التسجيل. الآن شوف التعمري دائما صناعة الفارق تأتيك بقدم التعمري. يعمر كرة عند لاعب الرياحي اللي يراوغ الحارس. تأخر بعض الشيء ولكنه ينجح في اصطياد الشباك من زاوية صعبة. أبعد الكرة عن الحارس ولكن استطاع متابعة هذه الكرة اللاعب أحمد الرياحي. ثاني أهدافه في هذه البطولة وهذه التصفيات. اللاعب المحترف القادسية الكويتي اللاعب أحمد الرياحي. إذن 1-0 بصناعة اللاعب
موسى التعمري أفضل لاعب في المباراة حتى الآن، أفضل لاعب بلا شك. مفتوح أكثر في الدقائق القادمة. دفاع منتخب طاجكستان للبحث عن التعديل. هنا كرة طاجيكية، محاولة خطيرة جدا وتصويب دفاع الأردن، ثم الحارس محمود الكواملة. مميزة في كأس آسيا تحت 22 سنة. هنا كرة عند اللاعب الرياحي، والحارس الطاجيكي من بهاء فيصل، لأنه هناك أكثر من فريق عنده 6 نقاط على مستوى طبعا المراكز الثانية. هنا رأسية خطيرة وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة المنتخب الأردني. وبهاء فيصل، بهاء فيصل يوقع على الهدف الثاني لمصلحة منتخب النشامة. إذن هدفين مقابل لا شيء. يقتنص هدف بهاء فيصل، يزيد بشكل كبير من حظوظ منتخب النشامة للتأهل لكأس آسيا. يزيد من حظوظ منتخب النشامة بشكل كبير. هدف ثاني من بهاء فيصل، هدف ثاني لمصلحة منتخب الأردن بعد عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء ومتابعة بهاء فيصل بالرأس. شوف اللقطة الأخيرة، بهاء فيصل ينتظر هذه الفرصة، يتفوق على المدافع ويركن كرة بالرأس بعد عرضية اللاعب خالد دردور اللي داخل للتو في أرضية الملعب. متابعة بهاء فيصل، والثاني أهداف المنتخب الأردني. فرحة الجهاز الفني. نور الروابدة، تصويبة قوية ولكن عالية. بهذه النتيجة طاجكستان تقريبا أصبحت خارج التأهل. كرة أردنية خطيرة والخطأ، ونور الروابدة، نور الروابدة، هل يفعلها بهاء؟ تصويبة قوية جميلة جدا والحارس كايريف. وهذه الخسارة في اللقاء الأخير، بينما فوزين لمصلحة المنتخب الأردني وخسارة كرة طاجيكية خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء والدفاع الأردني. تصويبة ولكنها عالية وبعيدة لمنتخب طاجكستان عند لاعب غورباييف. والحكم الأوزبكستاني كازيموف أعزائي الكرام يعلن عن صافرة النهاية بالنسبة لهذه المباراة بفوز المنتخب الأردني